ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي اعرفكم ان في قنوات بتتبني على الشورتد الاجنبي، فهنخش كده سريعا سريعا نشوف. دي قناة انا عملتها من فترة وعملتها فيديو كبير علشان كنت فاكر ان الفيديوهات الكبيرة والطويلة في الوطن العربي بتحقق ارباح جامدة جدا وضخمة جدا، بس زي ما انتم شايفين ان القناة اتنقلت محتوى شورتد اجنبي علشان تقدر ان هي تجيب 8 مليون و300 دول في 28 يوم طبعا، وال 488 الف في 48 ساعه، وبتجيب اكتر من كده، بتجيب بال 800 وبتجيب بالمليون في اليومين. فانا عايز اوريكم كده سريعا سريعا فيديو زي ده. 2 مليون و800 مشاهده، 1009 1900 مشترك سوري، و168. طب ما نيجي نشوف الجمهور بتاعه كده علشان نعرف. جمهور الولايات المتحدة زي ما انتم شايفين دي اول حاجة عندي، فالايرادات بتاعته بتبقى عاملة ار بي ام 16 سنت. ودي ساعات صدقوني كنت بعمل فيديوهات ليا طويلة 8 دقايق او 10 دقايق وبيجيب لي المبلغ ده عليها، او ضعف المبلغ ده. بس الفيديو زي ما انتم عارفين ما بيعملش الرقم ده، فعشان ما تقولوش ان انا جايب لكم فيديو واحد مثلا، ادي الفيديو التاني. الجمهور بتاعه ممكن ما يكونش الولايات المتحدة ده، لا بس تلاقي الولايات المتحدة هو أول حاجة. تمام جدا. الإيرادات بتاعته زي ما انتم شايفين ممكن تكون ضعيفة، هي 15 عشان ما جابش الفيو اللي جايبه التاني. طيب في أعلى وأعلى، في 612 مثلا الجمهور بتاعه بيكون الولايات المتحدة زي ما انتم شايفين. الإيرادات 12 سنت. تمام. نخش على الفيديو اللي بعده، مليون و600 جاب 37. ده الفيديو ده انا برفع كل يوم فيديو، يعني انتوا متخيلين لو انت رفعت كل يوم فيديو ده عشان الهند فالايرادات بتاعته هتبقى قليله. متخيل انت لو رفعت كل يوم فيديو؟ بص ده 5 سنت بس ده شورتد. ده اساسا هوريكم الطريقه اسهل مما تتخيلوا. شغلك مش هتقعد 3 دقايق تشتغل، 3 دقايق بالظبط. بص 2 و100 عاملين 100 دولار، يعني يعتبر ال 100 دولار دي جالك في 3 دقايق. انتوا فاهمين احنا وصلنا لحد فين في المحتوى؟ الولايات المتحده مثلا الار بي ام بتاعها 10. طب اوكي نخش على اللي بعده. 8 مليون ونص، ده فيديو فايرال عندي في فتره قريبه، يعني ما اخدش مثلا، انا عامله ما بقاليش 3 اسابيع، ففي الثلاث اسابيع دول جاب لي 337 دولار. ده امريكي. لا الهند اولا. بس دي ممكن توقع ار بي ام. يعني بص الار بي ام بتاعنا هنا هيحصل فيه ايه. العائد لكل 1000 مشاهده 8 سنت. عارف مثلا لو حضرتك عرفت تجيب التمانية ونص دول في شهر واحد، بس يكون اللي عندك بيتفرجوا الولايات المتحدة كلهم، المبلغ ده هيتضاعف في 8. انتوا فاهمين؟ ممكن يتضاعف في 8، في 7، في 6، في 5. هقول لك على حاجة، يتضاعف في 2. انك تاخد 600 او 700 دولار في الشهر من فيديو واحد، في كمان 29 فيديو قدامه بيعملوا لك المبالغ اللي انت شايفها دي. انا طبعا مش هعرف افتح لكم كل الفيديوهات، مش هعرف، مش عايز اطول عليكم الفيديو. سوري، احنا هنا الجمهور اوكي ماشي. الجمهور بتاعه الولايات المتحدة وزي ما انتم شايفين. العائد 22. تتوقع ان الفيديو ده وصل معايا لحد 30 سنت؟ يعني فيديو شورت زي ده وصل معايا لحد 30 سنت ونزل. ليه نزل؟ ممكن مع اختلاف الوقت مع الايام شويه مثلا، وهتلاقي ان الجمهور هنا ما بقاش الرقم ده في الولايات المتحده، يعني ما جابش ال 52. ممكن الهند تكون بتعلى عليه، ممكن المملكه المتحده بتعلى عليه، ممكن البرازيل بتعلى، بس هو اعلى ار بي ام بتاخده في الفلوس. يعني ايه عشان الناس اللي مش عارفه؟ ده اسمه العائد لكل 1000 مشاهده. يعني ده الار بي ام بتاعك، يعني كل 1000 مشاهد بيشاهد بتاخد 22 سنت. اعلانات خلاصة شورتز.
تمام. ده غير ان بيبقى فيه اشتراكات وفي فلوس انت ممكن تاخدها من الاشتراكات والكلام ده كله. فاللي انا عايز اقوله لك دلوقتي ان في ناس بتبني قنوات شورتدز. قناه الشورتدز اللي حضرتك بتخش عشان تعملها ما بتاخدش منك وقت. ليه؟ لان اسرع انتشارا، اكتر ربحا بالنسبه لينا احنا بنعمل صناع محتوى. فما تقولش لا انا مش هعمل شورتدز على اليوتيوب. انا بسمع ناس كتيره بتقول كده، فانا مش عايز اطول عليكم في الفيديو ده. انا حبيت بس اوريكم كبدايات. دي قناتي التانية. انا حبيت انقل خبره 9 سنين شغل على اليوتيوب. الفيسبوك دلوقتي شغال على كل البلاتفورم بتاع السوشيال ميديا. فحبيت انقل خبرتي هنا في اليوتيوب. انا عامه ما بحبش اطلع اعمل فيديوهات كبيره، بس ده كتجربه ليا. لو الفيديو عجبكم قولوا لي في الكومنت، وقولوا لي محتاجين تعرفوا ايه عن اي بلاتفورم موجود، اي حاجه على السوشيال ميديا، اي حاجه على الفيسبوك، الارباح من الفيسبوك، الارباح من اليوتيوب، ازاي تعمل قناه شورتدز وتوصلها المحتوى بتاعها لاجانب، ازاي تعمل الارقام دي بشغل في 3 دقائق في اليوم. لو الفيديو ده نجح وجاب على الاقل 1000 لايك صدقوني تحياتي طبعا ليكم، بحييكم جدا. ما تنسوش ان انتوا لو جاب 1000 لايك انا همشي في السلسله دي وهكمل معاكم. وما تنسوش تدعموني باللايك والكومنت والسبسكرايب طبعا للقناه دي. واقول لكم بكده سلام.